لا بس حلو ولا حماده البتاع اللي انت جايبها من بره دي، حاجه شكلها يفتح النفس، حاجه اللهم صل على النبي الف يعني. انا حاجه. لا لا، واكيد طعمها يا حاج. لا ده انا لسه بقول له الحاجه بتعملها احلى، مش عارف روح اشترى من بره ليه. لا ايه ده؟ تعمل لنا ايه؟ لا لا ما تتعبيش نفسك خلاص. طب خلاص يا حاجه ماشي، هسيبها له ايه؟ طب ادوقها طيب. ماشي لا يعملها لنا طبعا، ده انت بتاعتك بتبقى جميله وبتبقى سخنه كده وحاجه تقيله. لا لا ماشي ماشي يا حاج، هستنى بتاعتك طبعا. طب هدي بقى كده يا حاج. لا حماد طعمها حلو مش كده؟ تحفه يا شكلها حاج، بتبص تحفه. وهشه كده معاك. اكل اختك معاك، اكل اختك لحد ما امك تخلص اللي بتعمله ده. يا حاج خلصتي؟ ايه دي؟ لا اله الا الله، بقاء لله يا حاج. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. يا ايه دي ايه دي يا حاج؟ دي ايه اللي محشي دي؟ عجوه؟ لا اله الا الله. يا حاجه اللي معاهم دي نوتيلا، اللي بره دي نوتيلا ما كانتش عجوه. لا واحد طبعا، بتاعتك احلى طبعا وهشه ما شاء الله. لا هشه حلو، هشه جميل. مش عايز واحده عجوه مثلا وتجيب اخر واحده اللي قدامك ده. لا 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 مش عايز طبعا. لا طبعا، ما انت نيتي. هقول ايه؟ انا هقول ايه؟ ماشي. دي ايه يا حاجه اللي سويتيها؟ ولا حاجه. حماد امك اخيرا افتكرت تعمل لنا غدا. والله انت عارف يا حاج اني ما بحبش الورك. ما تحبش الورك؟ لا الكلام ده كان زمان يا حماد، ايام ما كنا بنعمل الفرخه كامله. لا يا ابني، ايام السبهلله دي خلصت بقى. امك عامله لنا ورك اصلا، ومش ليك لوحدك يعني. افتحه كده وخد انت يا سيدي الدبوسه واديني الباقي. ما بحبش الورك. افتح كده. ايه دي؟ يالا اوعى يكون اللي في دماغي. لا 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 مش اللي في دماغك. لا يا ابني مش دم. لا لا لا، يا امك نسيت تسلقها ولا ايه؟ لا ده اكيد. لا دي هتلاقي امك عامله لك سبايسي ولا حاجه، يبقى هي كده عامله حسابها ليك انت بقى لوحدك. لا سبايسي ايه؟ انا هتاكل معايا. لا والله في ايدك، والله ما انا وكيل. يا حاج. لا ده انا قلت الفراخ دي من بره، انا قلت كنتاكي ولا حاجه، لقيته بيقول لي لا يا سيدي ده ماما اللي عاملاه. لا والله تسلم ايدك يا حاج. الشباب اليومين دول بقى بيقول لي فيها احمر ايه وما اعرفش ايه. والله مش مقدر وقفتك في المطبخ يجي تلت ساعه في الحر ده. لا ما هي اخرها تلت ساعه حاجه، البتاع ما استوتش اصلا، مش هنكدب يعني. مش مقدر اي حاجه وسد نفسي اقسم بالله، والله ما انا واكل. والله عيب. بيتزا. اجيب لك بيتزا، اجيب لك بيتزا طبعا، انت حبيبه بابا ما تعيطيش. يا حاج تعملي لنا بيتزا. انا ما ايه لنا دي، انا ما طلبتش حاجه، هي اللي طالبه بيتزا. انا ما وبعدين دي بنت صغيره يا حاجه نفسها في بيتزا وكده. مش هتفهم الخبيزه اللي انت بتعمليها دي، مش هتفهم. هي نفسها في بيتزا من العاديه يعني. نوفر. لا نوفر طبعا نوفر. وبتاعتك مفيده فعلا فعلا. بتاعتك احسن طبعا. امال ايه؟ لا خلاص ماما هتعمل لنا بقى، ماما هتعمل لنا بيتزا. هي بتطلع مدوره برضه، دي وجه الشبه الوحيد اللي اضمنه لك والله يا بنتي. لا بس الله يبارك لك يا حاجه، بلاش اللي هو اللي الحجم اللي اصل هي بتيجي في الاعلان مكتوب رقائق البيتزا. مش لكن ارصفه البيتزا اللي بتعمليها دي مش هتاكل مع البيت الصغيره يعني. اكيد في اختلاف في العجينه انت مش قاريه عنه او حاجه، فيا ريت نشوف الاول يعني. اصل دي عجينه كيكه انا متاكد، اللي بتنفش قوي كده دي، فانت متخيله كيكه بقى عليها صلصه وزيتون وحاجه. انا مش عايز افسر قدام البت عشان البت هترجع من اللي انا بحكيه ده، فانا واخده بالك. بدلها نوفر خلاص، ما فيش مشكله ان شاء الله. ده ايه دي يا حاج؟ طلبات البيتزا. لا تحت امرها طبعا، تحت امرها. طالبه ايه بقى البيتزا؟ دقيق وزيتون ايه دي يا حاج؟ ما دي اغلى من البيتزا يا حاج، دي اغلى من ثمن البيتزا. طب ما كنا جبناها من بره وخلاص يا حاج، يعني ثمنها مش واخده بالك. وفي الاخر مش هناكل بيتزا كلنا يعني. لا لا انا البيتزا طبعا بتاعتك بس هي بتبقى هاي كوبي واخده بالك. ده انا هاي كوبي دي كده والله ما عامل لك الواجب، اقسم بالله ده ما تتاكل. لا طلبات البيتزا لا عينيا عينيا. انت ايه اللي خلاك تفتح علينا الحوار الاسود ده؟ حبيب بابا انت عايز يا حاج. انت عازمنا النهارده؟ لا ده انت جبت فلوس الكلام دي منين يا حماد؟ لا على حسابك. على حسابي؟ ايه اللي على حسابي ده يا حماد؟ ايه الحلو في كده يعني؟ ايه العرض في اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي على حسابي يا ابني؟ لا اله الا الله. ليه يا ابني فتحت بقك ليه؟ قلت ماما ترتاح النهارده. ماما ترتاح طبعا. لا 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 ترتاحي طبعا يا حاج، انت بتوقعني في لا ترتاحي طبعا يا حاج. ماشي يا حماد ماشي يا حنين. هتطلب لنا ايه بقى يا حماده؟ عينك على ايه يعني؟ شويه ورق عنب بالكوارع. ورق عنب بالكوارع؟ ده ايه المزاج ده يا حماد؟ ده طاجن ده مش كده؟ لا انت مزاجك حلو، انت مزاجك حلو ولا حماد. بكام بقى يا حماده ده؟ 640 جنيه. 640 جنيه؟ هو ايه ده يا ابني اللي ب 600؟ هو في اكل ب 640 جنيه اصلا؟ لا اله الا الله. دي كوارع مين ده يا حماده عشان تبقى ب 640 جنيه يعني؟ مفيش يا ابني الكلام ده، انت اهبل انت. لا لا الا الله. بقول لك الزياده السنويه بتاعتي كانت 300 جنيه، يرضيك تروح في الكوارع كده يا حماده؟ ما يرضيكش ده، حتى مش جايبه واخد بالك. لا طبعا يا حماده شوف لنا غدا. غدا يا ابني انت مزاجك غريب قوي ده. انا لو قاعد مع سواق نقل مش هيقول له طبعا ايه دي، ايه الهم ده؟ بقول لك غدا غدا عادي يعني. الله يكرمك شوف لنا حاجه حلوه كده برضه. طب ايه رايك في موزه ضاني؟ موزه ضاني؟ حلوه برضه. ولا حماده انت مزاجك في الجون الصراحه. لا موزه ضاني بقى. لا 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 انا مش جاي معاك في الحكايه دي.
لا انا عشان انا بروح معاك وبفضل ونفسي فيها وبتاع، وفي الاخر بتصدمني. انا مش هقول لي سعرها كام الاول. عامله 750. 750 جنيه بس يا حماده، بس يا حماده، واقف البرنامج اللي في ايدك ده الله يكرمك، واخفى منين؟ اخفى انزل هات لنا فول وطعميه